تمت المحكمة أولا حضوريا للأول وحتى الخامس عشر، وغيابيا للسادس عشر وحتى العشرين، بمعاقبة كل من السيد محمد مرسي وشهرته السيد شفة، إسلام خيري علي محمد، حسن ممدوح حسن عبد المحضر وشهرته حسن سالم، أشرف إبراهيم أحمد محمد سالم، محمد السيد العربي إسماعيل شلبي وشهرته المنجا، محمد عادل محمد عبد الرازق وشهرته حمادة عادل، عادل سعيد محمود البدري، إسلام رجائي علي محمد حبو، محمد السيد محمد محمود علي وشهرته النملة، وفيق غريب حنف السيد، كريم علي محمد عارف الشامي وشهرته كريم حلاوة، أحمد محمد عبد العزيز أحمد وشهرته سردينة، أيمن رزق محمد جمعة وشهرته أيمن رزق، إيهاب أحمد محمد الخباز وشهرته إيهاب الخباز، عادل محمود سليمان حميد، عمرو محمد عبد العزيز فرج وشهرته عمرو الكهربائي، محمود مجدي محمود الخولي، عبد عادل عبد الفتاح حسنين وشهرته عبد بندق، محمد عادل عبد الفتاح حسن وشهرته الموزة، هيثم عبد الله محمود عبد الله بالسجن المؤبد. ثانيا وحضوريا بمعاقبة كل من السيد أحمد عباد سليم، محمود صبري عبد حسنين وشهرته محمود الرفاعي، عادل يحيى محمد عبد الرازق وشهرته عادل القط، محمد حامد الغضبان وشهرته محمد كوري، السيد العربي إبراهيم عصعوص وشهرته مثقال، طارق عبد الله عصران علي، أحمد عبد الرحمن عبد الرسول محمد محمود وشهرته موحى، السيد علي التابعي حسن العملاوي وشهرته السيد ابن الشيخ، السيد محمد السعيد أحمد الرازقي وشهرته حنوس، أحمد محمود أحمد سليمان وشهرته أحمد فشخ، محمد عبد علي البسيوني، إبراهيم محمد حسنين وشهرته اللل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. ثالثا وحضوريا بمعاقبة كل من توفيق حسن توفيق رزق، السيد حسن توفيق رزق وشهرته الكمبة، السيد فهمي محمود تعيلة وشهرته الكمبة، محمود السيد محمود حسن وشهرته إبراهيم الرفة، إبراهيم محمد موسى مصطفى وشهرته إبراهيم فضة، أمين محمد أحمد، كريم محمد عبد العزيز، محمد كامل أحمد أبو السعود، أحمد علي سعد حجازي عزام وشهرته الصغير، علاء أحمد جلال السعيد وشهرته علاء لوبيا، أسامة علي عبد الحميد محمد إسماعيل وشهرته أسامة الثورجي، السيد حسن يوسف محمد وشهرته السيد السويسي، أحمد أبو خضير إبراهيم الخضيري وشهرته سردينة، محمود السيد محمود مصطفى وشهرته أبو اسكندر، علي حسن الجريحي إبراهيم جودة، محمود علي عبد السقة وشهرته الزقة، محمود صيادية، محمد يسري محمد عوض صيام وشهرته فجلة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. رابعا انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أحمد عبد السيد بخيل وشهرته الهبلة. خامسا مصادرة الأسلحة النارية من بنادق FN وآلي وخرطوش ومسدسات وقنبلة غاز و28 خزنة و99 طلقة والأسلحة البيضاء المضبوطين على ذمة القضية. سادسا إلزام المحكوم عليهم متضامنين فيما بينهم بدفع قيمة الممتلكات والأشياء التي خربوها على النحو المبين بالأوراق مع إلزام كل منهم بالمصاريف الجنائية. سابعا إحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقة الفصل في المصاريف. رفعت الجلسة.